بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأحبائي أعضاء منتديات اف اكس اريبيا، أحب أرحب بيكم في تحليل أسبوع جديد. إن شاء الله هنتكلم الأسبوع ده عن مستوياتنا المتوقعة للتحليل خلال هذا الأسبوع لبعض الأزواج اللي احنا بنحب نحللها أو بنتاجر عليها. ان شاء الله نلاقي الفيديو ده على اليوتيوب في موقعنا، في الشانل بتاعتنا على اليوتيوب، او هنلاقيه في موقعنا www.fx-arabic.com. والمزيد من التفاصيل والتحليلات والتوصيات يرجى زيارة موقعنا المدون عندنا هنا في اسفل الصورة. هنبدأ تحليلاتنا عن اليورو دولار، وهنشوف الاسبوع الماضي عمل ايه. الاسبوع الماضي قفل اليورو دولار على شمعة ذات ديل سفلي طويل وجسم هابط صغير. قد يمكننا اعتبار هذه الشمعة انها شمعة همر، لكن لن يتأكد كونها انها شمعة همر الا بعد اغلاق شمعة صاعدة اخرى خلال هذا الاسبوع عشان نؤكد ان دي شمعة انعكاسية. حتى الان الزوج لا زال يسير في ترند عام صاعد كما هو واضح امامنا في الشكل، لكن ان هو دلوقتي بيقابل بعض التفريغ في حركة السعر. على فريم الديلي شايفين ان السعر بدأ يسير في قناة هابطة نسبيا زي ما احنا شايفين هنا. ارتد ادي القاع قمة قاع قمة، زي ما احنا شايفين قاعد ان هو زي كرة البينج بونج قاعد طالع نازل ما بين ضلعين القناة. وده اللي هيخلي ان ضلعين القناة دول هيكون ليهم هيكون الدخول من كسر احد هذه الأضلاع. لو كسر الضلع اللي فوق يبقى هو مستمر في الاتجاه العام الصاعد بتاعه، وقدر ان هو يكسر المقاومة الثلاثية الموجودة هنا عند هذا الترند. لو قدر ان هو يكسر هنا يعني ان احنا سناخد عقود شراء، وحتى المستويات التالية اللي هي القمة الأولى ثم القمة الثانية ثم القمة الثالثة. لو لم يستطع الكسر وهبط مرة أخرى يبقى علينا انتظاره عند هذه المستويات، ودي تعتبر مستويات قوية حيث انها ارتكاز القناة هنا، ارتكاز القناة 38 فيبوناتشي ثم ترند صاعد او القناة الكبيرة اللي السعر ماشي فيها. اذا الزوج امامه حلين هيمشي فيهم زي ما احنا عارفين، وهننتظره عند احد المستويات خلال هذا الاسبوع. وصل خلال هذا الاسبوع يبقى احنا هنضطر ان احنا هنخش واحنا بشكل امن. كسر هذا المستوى هنخش شراء، او من هذا المستوى من الارتكاز هنا ممكن نخش شراء مرة اخرى. يمكن ده حوالي 400 نقطة من السعر الحالي، ويمكن ده حوالي 200 نقطة من السعر الحالي. اعتقد ان احنا اول يوم او يومين ممكن ما يكونش في تداول. حتى الان الزوج عليه ضغط زي ما احنا شايفين، اتجاهات انه يسير فيه زي ما قلنا قناة هابطة. لكن انا شايف ان هو مش هنقدر ان احنا ناخد اي قرارات للشراء او للبيع الا بعد على الاقل كسر. يعني لو احنا عايزين يعني نبيع على فريمات صغيرة، عندنا هنا لازم يكسر الترند اللي احنا شايفينه ده، مستوى قوي جدا. ترند اي ارتكاز 2 3 4، وفي هنا برضو ارتكاز اخر او ارتكازين اخرين على فريم الساعة. لو كسر هنا، لو كسر هذه المستويات اللي هي 42، لو كسر 42 وقفل فوقيها يبقى هيبقى عندنا فرصة شرائية كويسة حتى الترند الكبير او ضلع القناة الهابطة الكبير هنا اهو. لو نزل لا انصح بالشراء، ولكن الشراء فقط من المستويات السفلية اللي هي عند مستويات 37 اللي احنا حددناها مسبقا. كسر هذا الترند سيعني اغلاق فوق 23 فيبوناتشي. هنشوف هيتعامل ازاي مع الموفينج. يمكن الشراء ساعتها بهدف هنا، والانتظار هنا. لو كسر هنخش مرة اخرى وبأهداف علوية نسبية. تحليلي البسيط ان احنا هنشوف هبوط، هنرتكز هنا او هنا على اي من هذه المستويات، ثم نبدأ في صعود مرة اخرى لليورو دولار. ده طبعا بسبب التحليل الاساسي، لان اليورو يعتبر فيه ازمة مادية بسبب التصويت على خطة التقشف
في إيطاليا، وطبعا أزمة اليونان والبرتغال وأيرلندا زي ما احنا عارفين. إغلاقات الديلي ممكن تفرق معنا كتير. إغلاق صاعد يوم الاثنين يعني المزيد من الصعود حتى هذا الضلع ثم كسره والانطلاق. إغلاق هابط يعني المزيد من الهبوط حتى هذا الضلع ثم مراقبته هنا الشراء من إغلاقات انعكاسية أو البيع من كسر هذه المستويات والإغلاق تحتها. هنشوف عملة أخرى هي الباوند. في زحمة شوية على الشارت. زي ما احنا شايفين ان الباوند، شوف اول حاجة فريم الويكلي. الباوند فريم الويكلي قفل شمعة جميلة جدا، وشمعة تعني المزيد من الصعود. شمعة شايفين صاعد دوجي صاعد، وده نموذج صاعد سيؤدي بنا المزيد من الصعود. كان في إعادة اختبار واضحة جدا، شايفين هذا الترند المكسور، والباوند قدر ان هو يعيد اختباره، وقدر ان هو يقفل شمعة صاعدة، وقدر ان هو يقفل فوق الموفينج افريج 100. اعتقد اننا سيكون لنا زيارة الى الموفينج افريج 200 عند ال 1.7، حوالي 900 نقطة من السعر الحالي. ان شاء الله يكون كلهم خير. اعتقد ان احنا تفكير خلال هذا الاسبوع لن يكون الا للشراء، ولو تحول التفكير الى البيع يبقى شرط كسر المستويات 5 9 92 حوالي 1 6000. لو كسر 1 6000 واغلق تحتها بشمعة ديلي، يبقى ممكن نفكر في البيع، او ان احنا ننتظر الاسبوع القادم لما نشوف اغلاقات هابطة. لكن اتوقع اننا سنرى اغلاقات صاعدة. لو حللنا على فريم الديلي هنلاقي برضو التحليل بتاعنا يؤكد الصعود، اغلاق صاعد انعكاسي، اغلاق صاعد اخر، وقعدت اختبار الموفينج 200. اعتقد اننا هيكون لينا زيارة عند مستويات 6250 هنا، حوالي 100 نقطة من السعر الحالي، وساعتها هنشوف حركة السعر هيتعامل معاها ازاي. قد يكون هبوط بالفعل الارتداد من الترند الثلاثي او الرباعي الارتكازات، ممكن يوصل هنا ويبدأ في الهبوط بسبب الترند الهابط وبسبب الموفينج 100. لو كسر هذه المستويات اللي هي 6250 هيكون لينا زيارة أخرى عند إعادة الاختبار للقناة الهابطة اللي هو كان كسرها هنا ولم يستمر. هيكون لنا زيارة هنا لو قدر ان هو يقفل فوق الستة 1 63 70، يبقى هدفنا الكبير هيكون 1 7. اعتقد خلال هذه السنة ان احنا هنشوف 1 7 كسر هذه المستويات مرة اخرى، المزيد من الصعود للباوند، كسر اجباري للترند وكسر اجباري للموفينج 100 الديلي. يبقى عندنا الذهاب الى موفينج 200 الديلي، وهو سيكون اول مستوى. شايفين برضو هنا على 4 ساعات الموفينج 200 4 ساعات رد السعر اكتر من مرة. لو كسر الموفينج 4 ساعات وكسر هذا الترند، يبقى عندنا دخول جيد شراء ودخول مناسب، ومع الاتجاه العام الصاعد للباوند. هنشوف عملة اخرى وهي دولار فرانك. طبعا ترند عام هابط، كل اسبوع بنبيع، ما بنعملش اي حاجة غير ان احنا نبيع، وهنفضل نبيع حتى لغاية لما يبقى له صاحب. اغلاق هابط جدا للدولار فرانك خلال الاسبوع الماضي، وقدر ان هو يكسر الارتكاز اللي احنا كنا رسمناه الاسبوع الماضي، وقلنا ان البيع يكون من كسر هذا الارتكاز. قدر ان هو يكسر الارتكاز، شمعة هابطة، شمعة اخرى هابطة، شمعة ثالثة هابطة، اغلاق ويكلي هابط، لو تاريخي، شهري هابط، كل حاجة هابط. اذا البيع هو سيد الموقف. لو طلع مرة أخرى إلى هذه المستويات 6250 وده صعب شوية، ممكن البيع مرة أخرى في حالة الوصول إلى هذه المستويات. اللي ماسك عقود بيع ما يسيبهاش دلوقتي، لازال أمامنا المزيد من الهبوط على الدولار فرانك. يمكن لو اعتبرنا ده ترند، طبعا هو ده صغير جدا، لكن المزيد من الهبوط
لو وصل عقد اختبار هنا ممكن نخش عقد بيع من هنا. لو صعد عقد تعزيز بيع من هنا من عقد الاختبار مع الموفينج 100 ساعة. البيع هو سد الموقف. كسر اللو يعني أيضا المزيد من البيع. دولار فرانك ترند عام هابط قوي، والتفكير يكون في البيع وفقط. هنشوف النيوزيلندي زي ما حلينا الأسبوع اللي فات. النيوزيلندي كان عمل شمعة صاعدة وقلنا المزيد من الصعود. فعلا النيوزيلندي قدر ان هو يعطي المزيد من الصعود. النيوزيلندي الآن في الفراغ، لا يوجد ما يقف أمام النيوزيلندي. زي ما احنا شايفين هاي تاريخ جديد. نيوزيلندي إغلاقات صاعدة حتى الآن على الشهري، إغلاقات صاعدة أيضا على الويكلي. المزيد من الصعود، ترند عام صاعد. أعتقد أننا سنرى الواحد الصحيح. أعتقد أننا سنكون في هذه المستويات في وقت ما. أي هبوط للنيوزيلندي هي فرصة جيدة للشراء. لو النيوزيلندي قدر ان هو يوصل ان هو ينزل ويرتكز على اي من هذه المستويات، اذا المزيد من الشراء مرة اخرى. لو رسمنا هنا قناة، قال يعني هنحاول ننزل نيوزيلندي شوية علشان ناخده. ادي قناة هنا، ممكن لو بكسر قمة القناة او بكسر الضلع العلوي للقناة، اذا امامنا فرصة المزيد من الشراء للنيوزيلندي المعروف باسم الكيوي. الشراء من هذه المستويات لو وصل لها، او الشراء من هذه المستويات لو وصل لها. في كل الاحوال لا يوجد بيع. الشراء هو سيد الموقف وهو السائد. هاي تاريخ جديد، سنرى هايات جديدة خلال هذا الاسبوع. هنشوف الاسترالي. يمكن الاسترالي يعاني من ضعف ما خلال هذا الاسبوع، على الرغم من صعود الذهب القوي جدا خلال هذا الاسبوع. وهنشوف هذا التحليل في الذهب، وكان ده ادعى ان الاسترالي يطلع، لكن الاسترالي لم يصعد. الصراحة مش عارف ليه. دورت على بيانات اساسية عشان اعرف ليه الاسترالي بيهبط كده، لم اجد سبب واضح ان الاسترالي يهبط كده. حتى الان لازلنا في ترند عام صاعد كبير جدا، بقالنا اكتر من سنة ترند عام صاعد. كسر الترند ده مش هيكون بسهولة. كسر الترند ده يعني اخبار سلبية جدا على الاسترالي لفترة من الوقت، يعني ازمات اقتصادية على الاسترالي. الشراء هو سيد الموقف لازال. لو وصل الى هذه المستويات يبقى هيكون شراء جيد مع الترند. لو هبط مرة اخرى الاسترالي هيكون شراء جيد مع الترند. او لو صعد وكسر هذه القمة الرباعية، ادي 1 2 3 4، لو قدر ان هو يصعد ويكسر هنا هتكون صفقة هايلة جدا للشراء. هيبقى عندنا كسر اكتر من مستوى، عندنا قمة هنا، عندنا ترند هنا اتكسر، عندنا ارتداد من الترند الصاعد. وكالعادة زي ما قلنا ان كل حاجة بتكمل بعضيها. هنشوف الموفينج افريج بتاعنا فين، واكيد هنلاقي في توافق ما مع موفينجات على الديلي. طبعا لو نزل هنا، لو وصل هنا 1.5 1.05، يبقى الشراء وانت مغمض. ترند صاعد، موفينج افريج 100، ديلي الاتنين مستويات عنيفة في نفس المكان. طبعا زي ما قلنا لو كسر هنا يبقى المزيد من الشراء فور كسر القمم. زي ما احنا شايفين نقطة ارتداد قوية جدا. شايفين الموفينج افريج ال200 وال100 في نفس المستوى. شمعة 4 ساعات قفلت، يعني قفلت شمعة او نص شمعة او ابرة. اغلاق صاعد مرة اخرى سيعني اننا سنتجه الى الكسر هنا. اغلاق هابط سيعني اننا سنتجه الى الارتكاز هنا على ال4 ساعات. ده ارتكاز اخر ممكن الارتكاز عليه، والشراء من هنا، الشراء من هنا، او الشراء من هنا، او الشراء من هنا، او المغامرين الشراء من اغلاق صاعد.
وزي ما تيجي فيه وستوب تحت الموفينجين. هنشوف سلعتين، وطبعا ملوك السلع او ملك السلع المتوج الذهب. زي ما توقعنا الاسبوع الماضي كان في اغلاق صاعد، وتوقعنا ان هو هيكون في اغلاق صاعد تاني. هاي تاريخ جديد، ذهب يحلق عند 1593 لأول مرة في حياته. وأعتقد أننا سنرى المزيد من الهايات. احنا حللنا صعود متوقع للباوند، هبوط متوقع للدولار فرانك، صعود متوقع للنيوزيلندي، صعود متوقع للأسترالي، وصعود شبه متوقع لليورو دولار. إذا احنا بنلعب على ان في ضعف عام للدولار خلال الفترة الجاية. إذا الذهب سيصعد بقوة. الذهب طلع ليه الفترة دي؟ في خوف من عملة اليورو بسبب الديون السيادية الأوروبية في 4 دول أوروبية، بالإضافة إلى خوف، المزيد من الخوف من الدولار بعد تصريح برنانكي اللي قال، اللي حذر فيه من الديون السيادية الأمريكية. وكمان تصويت الكونجرس اللي قال إن هو سمحوا بزيادة قيمة الديون السيادية. وده طبعا خلى الجميع يتجه إلى العملات، والذهب يحلق عاليا. شراء الذهب قد يكون إذا عاد الارتكاز هنا عند 1575 لو رجع أو عمل ملامسة للقمة السابقة. طبعا أعتقد ده وارد، ده هيحصل، وإن كان هو عملها بالفعل. هو عملها بالفعل يوم الجمعة، حتى مش هيدينا فرصة إن احنا نخش. أي هبوط للذهب هو فرصة للشراء، الشراء من أي مستويات، من أفضل المستويات. الذهب فيه ترند عام صاعد، الذهب فيه هاي تاريخ جديد، الذهب يسبح في الفضاء، الذهب للشراء فقط. هنشوف الفضة وصفقتنا للفضة اللي معانا بقالها 6 أسابيع، وحتى الآن يا دوبك لسه بدأنا نتنفس الصعداء، وبدأت الفضة إنها في الصعود. احنا لو فاكرين دخلنا من إغلاق، بعد هذا الإغلاق دخلنا من افتتاح السوق هنا عند 38، عند مستويات 38، وفعلا السعر نزل بينا أسبوع 2 3 4 5. في السادس طلع شوية، في السابع أبدع الأسبوع الماضي الفضة، واستطاع إن هو يغلق على شمعة سعدة قوية جدا، قدرت إن هي تكسر القمة السابقة اللي هو كان الفضة ردت منها، وقدرت إنها تقفل فوق ال 38 فيبوناتشي أيضا. أعتقد إننا سيكون لدينا زيارة عند ال 50 فيبوناتشي، مستويات 41، ثم 61 فيبوناتشي، مستويات 43، ثم القمة السابقة عند 50 واللي هي مستويات 100 فيبوناتشي، كسر القمة بتاعت هذه الشمعة اللي هي 39.50، احنا دلوقتي 39.20. كسر هذه القمة سيعني اننا خلاص بدأنا نعود مرة اخرى ادراجنا للمزيد من الصعود. خلاص ادي القمة دي اتكسرت والسعر قفل فوقيها، خلاص اتبقى لنا اللي هو القمة، هذه القمة المركبة اللي هي هنا، هبوط هنا وهبوط هنا. لو قدر ان هو يكسرها، طبعا هو هبط منها مرة اخرى هنا، لو قدر ان هو يكسرها اذا سنتوقع المزيد من الصعود للفضة خلال هذا الاسبوع، وهذا ما اتوقعه بناء على اغلاق اسبوعين صاعدين. ادي ابتلاعي وادي صاعد، اكد الابتلاع. لو في صاعد اخر هيبقى عندنا جنود 3 خضراء، ولا زال هيكون لدينا المزيد من الصعود ان شاء الله. اي هبوط مرة اخرى لو هبط السعر ممكن نشتري من 36 اللي هي الترند الصاعد، بالاضافة الى مستويات 23 فيبوناتشي. اذا تحليلنا بيقول ان الدولار سيكون عليه ضعف ما خلال هذا الاسبوع. العملات الاخرى ستحاول ان تفترس الدولار خلال هذا الاسبوع. ترندات صاعدة على عملات مثل الاسترالي والنيوزيلندي والذهب والفضة والباوند، كلها ترندات صاعدة ايجابية تعني المزيد من الصعود. ترندات هابطة على الدولار فرانك يعني السلبية والمزيد من الهبوط. يورو دولار هو الوحيد الذي لم نكتشف حتى الآن طريقة معينة لاقتناصه.
ودي هنتركها للوقت ان احنا نتابع سويا عبر موقعنا وعبر موضوع المفتوح في منتدانا الجميل اف اكس اريبيا. احب اشكركم جدا على حسن الاستماع، وان شاء الله هنتابع سويا التحليلات والتوصيات خلال هذا الاسبوع. بشكركم مرة تانية، وفي انتظاركم في منتدانا. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.